رابطا بين جنوب الوادي وشماله. وكما قال المؤرخ اليوناني هيرودوت أن مصر هبة النيل، فكان لا بد أن يستغل المصري القديم النيل ببناء قوارب ومراكب وسفن للانتقال بها بالبحر، وخاصة وأن مياه الفيضان كانت تغطي أراضٍ شاسعة كل عام. كانت حركة السفن على النيل من الجنوب إلى الشمال بواسطة جريان ماء النهر، وكانت الرياح القادمة من الشمال تساعدهم على الحركة والانتقال من الشمال إلى الجنوب. وكان المصري القديم ينظر إلى أعالي النيل وأسماها الجنوب شمعو، وعلى ظهره الشمال، ويمينه يميت أو يمتت، وهو الغرب بالنسبة لنا الآن، والشرق فأسماه آحد. تعتبر المركب السفينة أو القارب في الحضارة المصرية القديمة لها أهمية، من معتقد أنها كانت وسيلة الانتقال التي استخدمها الأرباب. وكما كان المصريون القدماء يفضلون التنقل بقوارب على النيل لأنه أكثر الطرق اتساعا وأهمية في البلاد. وقد استخدم الرب رع أيضا قاربا في تنقله عبر السماوات. إضافة إلى ذلك كان هناك نوع آخر، وهو المركب الذي كان ينقل تمثال الرب في مصر، ويشبه هذا النوع القارب النيلي المعتاد، ولكنه كان مزينا بدرع عند المقدمة أو في نهايته، وكانت له مقصورة بدلا من القمرة أو الكابينة بداخلها التمثال. وكانت تلك المراكب مزودة بأعمدة للحمل، كانت توضع على أكتاف الكهنة الذين يحملون المركب، حيث كانت تخزن في مؤخرة معبد الرب المعني قريبا من قدس الأقداس أو داخله، حيث تستقر على قواعد خاصة. مراكب الشمس هي مراكب جنائزية صنعت من حوالي 5000 عام، وهي عبارة عن مراكب خشبية صنعت من خشب الأرز، وتم العثور عليها مفككة الأجزاء، وكانت توضع عليها مومياوات الملوك وقت المراسم الجنائزية. السفن الجنائزية كانت تستخدم في مصر القديمة للذهاب لاستعادة الحياة من الأماكن المقدسة،